السلام عليكم. اتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وباحوال جيده ان شاء الله. هذا النهار قررت نقدم معكم واحد الحلوى اللي مقادير ديالها بسيطه، ولكن في المذاق شي حاجه اللي زوينه بزاف، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير ديال هذه الوصفه غادي نحتاجو 50 غرام ديال النشا، عندي 100 غرام ديال سكر سنيده، عندي 125 غرام ديال الزبده من نوعيه جيده او زبده سبيسيال كما معروفه في السوق. بالنسبه للدقيق عندي 250 غرام، عندي بيضه واحده، عندي 30 غرام ديال الزيت و30 غرام ديال الحليب او 30 مليلتر، وهنايا عندي نصف ملعقه ديال بودر ديال الفاني. اوكي، دابا ان شاء الله غادي نمروا لطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنظن باللي باينه وسهله، وبالنسبه لهاد الحلوى ما كتمشيش فيها ليفور شيميك او الزا او ما يعرف بالخميره الكيميائيه، ما كتمشيش فيها. اذا غادي نقتصر على العناصر اللي كتشوفوها حداكم. المهم ان شاء الله دابا غادي نمروا لطريقه التحضير. غادي نوضعوا الزبده، تقدروا كما ديروها في هكا في الطحانه او في العجانه، ممكن كذلك ديروها غير بالباتور. اذا غادي نضيف الزبده، نضيف الزيت، غادي نضيف الحليب، السكر، وغادي نضيف البيضه هكذا، وغادي نخلط جميع العناصر. سبع غادي نضيفوا واحد القبصه ديال الملحه، نسيت قبيله باش نذكرها معكم في المقادير. اذا غادي نخلطوا جميع هاد العناصر ونرجع معكم. اذا بعد ما حصلنا على هاد القوام هذا كما كتشوفوا كتخلط مزيان دوك العناصر، غادي ننتقلوا للنواشف. هنا عندي الدقيق، غادي نضيف عليه النشا، وغادي نضيف عليه نصف ملعقه ديال الفاني. هذا الشيء خصو يتنخل كامل، يعني يتغربل كامل. خليط هو هذا. دابا غادي نضيفوا النواشف خطره واحده هكذا. بالنسبه من كنت كنخلط الزبده، بالنسبه للمبتدئات كنهضر، من كنت كنخلط الزبده كنت كنخلطها بهذا مع العناصر السائله. دابا بالنسبه للنواشف الكاطو كنحتاجو او الحلوى كنحتاجو له هذا. غادي نبدل اليد صافي، وغادي نخلط جميع العناصر. صافي دابا بعد ما عجنا جميع العناصر غادي نمروا للمرحله المواليه. بالنسبه لهنا البنات خديت الجيب الحلواني، خديت واحد الاناء درت فيه الجيب الحلواني ودهنته كامل بالزيت، باش غادي يعطينا واحد ليفي زوين بالنسبه للكاطو. صافي انا غادي ناخذ دابا هاد العجين وغادي نديرو في الجيب الحلواني لداخل. هنا غادي نشكلو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. هنا لكم الاختيار انكم ديروا الشكل اللي بغيتو، ممكن دوائر، ممكن مستطيلات، وممكن على هذا الشكل الحلزوني. المهم نتوما لكم الاختيار. صافي هو في السكاتب البنات كنشعل الفران على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. هو في السكاتب الى لقيتوه تحمر لكم من التحت ممكن تطلعوه الفوق باش ياخذ داك اللون الذهبي ويزيد يتحمر حتى من الفوق. اذا البنات هذا هو الكاطو في الاخر هكا كيخرج، راه خفيف كيجي خفيف زوين. وهنا خديت واحد شويه ديال الشوكولا مع شويه ديال العسل، المهم معلقه ديال العسل في واحد 50 غرام ديال الشوكولا كندوبوهم في باماغي، وغادي نلصق بهم هاد لي بيتي فور.
اذا غادي نستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال اليوم. بالنسبه للتزيين تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. انا غادي نحاول ندير عليه شويه سكر بودر او سكر كلاصي وصافي. وهذا هو هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى ان شاء الله تجربوها تهلاو لي فراسكم، ونشوفوا ان شاء الله شي فيديو اخر. ما تنساونيش من لايك او جيم الى عجبكم الفيديو. صراحه هذا الكاتو كيجي زوين البنات بزاف بزاف. دابا راني كندير لكم المونتاج لهذا الفيديو وراه كنشربوا مع اتاي في واحد البحر. تبارك الله واحد المذاق من كيبرد خطير خطير. البنات جربوه بعينيكم مغمضين. نتمنى ان شاء الله الا جربتوه تخليوها لي في التعاليق هكا باش تشجعوني نعطيكم وصفات اخرى ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم ونشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم.